الفلاسفة اللي ضاعوا، ندافع عن الشيء وندافع عن النقيض نتاعو. الوغ نغفلهم كي موقف قبل سقراط، نحقق في الاختلافات ونصحح الاغلاط، ونحقق في انحراف الفكر والاعمال، ونجادل كل انسان قلبه على الحق مال. كشفت برقية أمريكية سرية سربها موقع ويكيليكس أن سفير الجزائر في سويسرا إدريس الجزائري قال أمام دبلوماسيين غربيين العام الماضي إنه سيكون سعيدا بأن يضع نفسه تحت تصرف الإسرائيليين، تعقيبا على ما دار في ندوة حول حظر انتشار الأسلحة النووية والملف النووي الإيراني. ينضم إلينا من لندن العربي الزيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. سيد العربي، أولا كدبلوماسي سابق ثم كمطلع ومتابع للأحداث وعلاقات الجزائر الدولية، كيف وقعت عليك هذه التصريحات التي جاءت على لسان السفير إدريس الجزائري؟ في واقع الأمر أنا كنت أعرف إلى حد ما بهذه العلاقات وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثانية، وكان في استقبال الوفد القطري في مطار بن غريون في تل أبيب وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيب ليفني، حيث تم في أثناء الزيارة تجديد العقود بين الجانبين بشأن بيع الغاز القطري لإسرائيل، إضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة بين تل أبيب والدوحة حول تطوير المناهج التعليمية في قطر من خلال الاستفادة من تجربة إسرائيل في هذا المضمار. وأكد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أثناء اللقاء على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جانبها أكدت لبنان على أن لقطر دورا مهما في توثيق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، هذا ولم تبث وسائل الإعلام العربية خبرا عن الزيارة خاصة قناة الجزيرة، وذلك امتثالا لأوامر الحكومة القطرية. يذكر أن زيارة أمير قطر لإسرائيل كان قد تمت منذ فترة وسربت أخيرا عبر شريط مصور بث على شبكة الانترنت. وصلت الفيحاء نسخة منه. لازم عندك فيزيون تقدر تكشف المسطور، عندك فيزيون تقرا ما بين السطور. ماني كنت قادر نسب السيستم بوليتيك، نسب ميم لو بريزيدون ونشعل لا ريبوبليك، واللي يقول ما لا كوراج وشوف الراب ينوصل للناس الكل صفقني ويقول بسيكو ان بطل. السبان والشتائم ما عنده وين توصل، لازم نرجع بيك للاصل وحاجات لازم تتفصل. لازم تفهم لا تكتيك دو جو باللي لعبه كبيره، ضرب بالك بنقطه اسمها قناه الجزيره. علاش تحكي على المشاكل، علاش ما تعطيش الحل، علاش ما تحكيش على المشاكل اللي قاعده تصير في قطر، على صفقات الغاز مع الكيان الصهيوني. تحكي كان على تونس وتجبد مشاكلنا هوني. حد ما ينبغي للبلاد هي عايشه في كشمار، ما هي زين من غادي تحب تشعل فينا النار. تقدم ماده اخباريه تزيد تنشر الفوضى، والفوضى هي الهدف تاع المعارضه. ما لهوني لازم تفهم القضيه وتكون عندك فيزيون تفهم اللعبه السياسيه. المعارضه بلغه التلف حابه تحل ملف، تنشر الفوضى وترتب على الحدث، تشوف لي كونفيرونس الخطابات الحماسية، حابة تعمل انفلونس للصفوف الشبابية، تلم الشباب وتعمل منه فيلق في الخطة السياسية، تحطه هو بعيد